عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في شين ام دنيا. اليوم غندير معكم هاد النوكا بالزريعه ديال الطورنيسول اللي كتجي ألذ واروع، مقرمشه مقرمله، وكنديروها في الشوكولات. ما عليكم الا تتبعوا الفيديو من الاول باش نتعرفوا على الطريقه والمكونات. راه ساهله، كتجي من اخطر ما يكون. تقدموها في لي بلاطو ديالكم. بسم الله على بركه الله. السلام عليكم احبائي الكرام، اليوم غادي ندير معكم هذا الكاطو هذا. عرفتوا شنو هي هذه؟ هي ديك الزريعه النواه ديال الزريعه. هي هذه شتيها منقيه مقاده، كتباع هكا في المكازا، شريتها في اكسيون. واليوم بغيت ندير معكم واحد الكاطو، ولا المهم كيما بغيتو تحسبوه. المهم عندي هنايا درت هنايا واحد 2 كيسان بحال هذا الشكل هكا، عمر 2 كيسان دو فيغ كوم سا، دو فيغ. وغادي ندير شويه تاع السنيده، غادي ندير واحد المعلقه تاع السنيده فوق منها بحال هكا، ومعلقه تاع 2 تاع العسل، وغادي نجيهم نحركهم مزيان. معلقه تاع العسل، وغادي نحرك هادشي مزيان تيشد فيه مزيان هذاك العسل. عاد غادي ندخلوه للفران، غادي نديروه في اللاطه وندخلوه للفران يكونوا واحد المربعات اي عندكم. انا غنديرو بهكا هذه صغيره، غادي نعمرها وغادي نخويها وندير لها اي طبع عندكم نتوما ديروه بهذا الشكل هكا. يشد فيه مزيان العسل، يتلبس مزيان ديك السكر والعسل. بنتي كتكح، عفوا سمحوا لي. سمحوا لينا، ونتلاقى بكم من بعد ملي يشرب ليا العسل ونرجع معكم. كتاخذوا الغطايه بحال هذا الشكل هكا، ولا الا عندكم طابع اللي عندكم ديروا نتوما فيه. انا كندير هكا باش كيجوني طاقه وحده، يجوني صغارين ما يجونيش كبار بزاف بحال هكا. نديروا ليه بحال باكا الصابون ميتات هكا غير كنضربوا انايا باش حيت كيلصق مع العسل، كيلصق في هاد الغطايه، هاد البوشون هذا. هانتوما شتيها كي تخرج على هاد الشكل هكا. انا غادي نكمل على الطريقه وغادي ندخلهم للفران يتحمروا ليا على 180 درجه. غادي نشعل لهم التحت والفوق لان هذه ما حمرتهاش، هذه ما طيباش مزيان وما فيها لا ملح لا والو، تتشرى هكا في الباكيه. نضربها. هانتوما كما كتلاحظوا من بعد ما كملت كلشي درتهم بهذيك الغطايه باش يجوني كلشي تقاده وحده صغارين بداك الطابع ديال الغطايه ديال الحليب. وغادي ندخلوهم للفران يطيبوا على 180 درجه، يتحمروا من التحت ومن الفوق. غنشعل لهم الفوق والتحت يتحمروا، وغادي نتلاقى بكم ان شاء الله باش نزينوهم بالشوكولات. ولا بغيتو تخلوهم بحال هكا بحال النوكا خلوهم نتوما. الا بغيتو تزينوا بالشوكولات زينهم. يلا تبعوا الفيديو. هانتوما من بعد ما خرجناهم من الفران كما كتلاحظوا بقاو على الفورمه ديالهم. هانتوما شفتوهم هما تحمروا شويه، شدوا راسهم. هانتوما ما عرفتش كيبان لكم مزيان ولا لا مع الاضاءه في الليل، داكشي علاش هانتوما راهما تحمروا شويه وبقاو شادين لا فورم ديالهم. هي قلت لكم انا درت 2 كيسان، وانتوما الا بغيتو تكثروا الكميه كثروها على حسب داكشي اللي عندكم. بغيتو تزينوا به لي بلاطو ديالكم، بغيتو تقدموه للضيوف ديالكم ولا شي حاجه ولا تشهيتوها، راه كيجيو رائعين. هاد المره اخرى غادي نديرهم لكم ان شاء الله بالشوفان. بالشوفان حتى هما كيجيو اكثر من رائعين. دابا غادي عندي هنايا الشوكولا ذوبتها في حمام مائي هانتوما، وغادي نغطسها فيه وغادي نحطها تبرد. هانتوما كما كتلاحظوا على هذا الشكل هكا. ولا كتاخذوا ثاني بحال هاد الطريقه هذه نتوما لكم الاختيار. غديروا واحد المعلقه تاع الشوكولا بحال هكا تسرحوها، وغادي تاخذوا وحده من هاد الزريعه
وكتضغطوا عليها بحال هكا وكتجيكم ساهله. هكا هذه طريقه ساهله تاني بحال هكا، وكتضغطوا عليها وكتخلوهم غادي يتجمدوا، خلوهم غادي يتبردوا، غادي يبردوا مزيان. اما ديروهم في الثلاجه اما خلوهم غير هكا، راه غادي يتبردوا وغادي يشدوا راسهم مزيان. هانتوما كما كتلاحظوا كيزولوا بسهوله، كيخرجوا على هذا الشكل هذا. ها شفتوا من بعد ما كيبردوا كيجمد داك الشوكولا وكترجع على هذا الشكل هذا. نتوما حيدوها بسهوله، اذا درتوهم في الثلاجه راه دغيا كيجمدوا لكم. هانتوما شوفوا الشكل النهائي ديالهم كيجي. يا سلام يا سلام، ما نقولش لكم عليهم، كيجيو مقرمشين ومع داك الشوكولا ومع ديك التقرميشه كتجي. يا سلام يا سلام يا سلام، والتقرميشه وكتجي لذيذه 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 من اروع ما يكون. كنتمنىكم تجربوها وبنفسكم وتاكدوا، وما تنساونيش بلي اللايك والتعليق ديالكم. عرفتي ديك النوغه ديال داك الزريعه مع داك الشوكولاط كتجي من اروع ما يكون، تجي يا سلام يا سلام. بلا ما نشكرها لكم حتى تجربوها عاد ردوا عليا في التعليق ديالكم. يمكن لكم تزينوا بها، قلت لكم لي بلاطو الا درتوا لي بلاطو تاع الحلوى يمكن لكم تزيدوا هذه حتى هي كشكل مغاير في لي بلاطو ديالكم. ونتمنى تعجب الضيوف ديالكم. هادشي اللي بغيت نقول لكم. واخا نعاود نقير نشكرها لكم حتى تذوقوها وتجربوها بنفسكم. وهذا هو المهم. شتي كي تجي، هذا هو الطبق النهائي ديالي اللي صيبته. درت هنا جوج كيسان خرجوا لي هاد الكميه هادي ما شاء الله. وانتم بتضعفوا المقادير ضعفوهم، راه ما ساهلين بمكونات بسيطه وسهله. قلت لكم هذيك الزريعه كتباع هكاك بلا ملحه بلا والو، وانتي عاد كتزيدي لها السنيده والعسل وكتخلطيها وكديريها في الفور ترجع لك بحال النكهه. وكنقول لكم الى فيديو اخر ما تنسونيش بلي لايك.